هل هي مراوغة من ترامب لضرب إيران في وقت مفاجئ، أم أنه منع من ضربها في اللحظة الأخيرة؟ وما حقيقة الإنذار المبكر الذي تعد له إسرائيل؟ تلك التساؤلات تأتي على وقع المفاجأة التي خرج بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلامه أن معلومات وصلته تفيد بتوقف القتل والإعدامات في إيران. بداية من ذلك الإعلان المفاجئ، انطلقت غرف الصحافة والتحليل في شتى أنحاء العالم بطرح تفسيرات من بينها أن تداعيات ذلك الصراع تركت حسابات مختلفة في المنطقة وإسرائيل وعند الغرب عموما. البحث عن فاتورة محسوبة 100% لا تدفع فيها دول من المنطقة تبعات الهجوم الأمريكي، وتحديدا بعد تهديدات أطلقتها إيران لدول تضم قواعد أمريكية بالتجهز لقصفها في حال شنت واشنطن هجومها على إيران. وهنا تحديدا تكشف تل أبيب عن تقارير تفيد بأن إيران هذه المرة ستعمد إلى تحريك رقعة الشطرنج التي تمتلك بعض الأذرع الفاعلة عليها، وأبرزها الحوثي في اليمن وفصائل موالية. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن التقديرات الأمنية تفيد بأن إسرائيل ستتلقى إنذارا مبكرا من واشنطن في حال اتخاذ قرار أمريكي ضد إيران، بما يتيح الاستعداد للجبهة الداخلية، مؤكدة أن طهران لن ترد بشكل مباشر على الضربة مع احتمال تنفيذ غير مباشر عبر أذرعها. إذن وبحسب المعطيات التي يقدمها محللون عبر وسائل الإعلام، تؤكد أصوات أن الضربة قد تنفذ في أي لحظة، لكنها مسألة وقت. وفي حال البدائل فإن ثمة ضربة من نوع آخر قد تشمل ما قدمه ترامب سابقا من الحديث عن أنواع مختلفة من المساعدات، وقد تكون على شكل هجوم سبراني أو عقوبات أقسى، بالإضافة لاستعداد دول تقديم المساعدة بشأن تزويد خدمة الإنترنت للشارع الإيراني. وبحسب المشهد المحتدم فإن ثمة ما يحاك في غرف القرار، ولا عودة عن مجريات الحدث إلى العهد السابق من حالة الهدوء. فالصراع الذي يشتد بين طهران وواشنطن لا رجعة فيه إلا بحل حتمي للهدوء في المنطقة، أو بإزالة مشروع إيران ونظامها المتمسك بشدة في تطوير البرنامج النووي والبالستي. خريطة بنك الأهداف الأمريكية في إيران تسلمها مسؤول البيت الأبيض. الخطة أصبحت في بيت النار وتنتظر القرار. هذا ما جاءت به تقارير سرية بدأت تتناقلها الصحافة الأوروبية، تكشف فيها ما عدته منظمة متحدون ضد إيران النووية بتجميع 50 هدفا قدمتها لمسؤولي البيت الأبيض في الساعات القليلة الماضية. وقبيل الاجتماع الأمني الحاسم في واشنطن لاتخاذ قرار شكل الضربة العسكرية أو الهجوم أو آلية المساعدة القادمة للشعب الإيراني بحسب توصيف ترامب، كشفت وثيقة نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الإحداثيات الدقيقة لمقر قيادة الحرس الثوري المخصص لملاحقة المتظاهرين، حيث يعمل كمركز قيادة للجيش. الملفت في الأمر أن بنك الأهداف لا يشمل مواقع نووية أو صاروخية، بل 4 مقرات، منها مقر قيادة القدس وفي شمال وشمال غرب طهران، ومقر قيادة الفتح في الجنوب الغربي، ومقر قيادة النصر في الشمال الشرقي. وبذلك حصل الجيش الأمريكي على مخطط لقدرات الحرس الثوري، بالإضافة إلى 23 قاعدة تابعة لقوات البسيج. مراقبون يرون أن طلب إعداد بنك أهداف داخل إيران يعيد إلى الواجهة أحداث 1953 ودور الاستخبارات الغربية آنذاك في تغيير المشهد السياسي بطهران. ورغم اختلاف السياق الدولي اليوم، تبقى التساؤلات قائمة بشأن احتمالات الانزلاق إلى تدخل خارجي مباشر. الإجابة على السؤال تكمن في تصريحات البيت الأبيض التي تتوعد النظام الإيراني بدعم الشارع في حال استمرار اعتقال وقتل المتظاهرين. وعلى الرغم من أن إسرائيل نأت بنفسها تكون شريكا في أي مخطط عسكري، إلا أنها ألمحت مرارا بالاستعداد لأي هجوم إيراني في حال تدخلت أمريكا بهجوم عسكري ضد طهران، خاصة وأن مسؤولين أمريكيين أكدوا بحسب تقارير سعي الإدارة الأمريكية لوقف التمادي الإيراني في قمع المتظاهرين من جهة، وعدم قبول إيران بشروط واشنطن في وقف المشروع النووي ودعم الأذرع والحلفاء